بتسمعي عن الخفسه، العضله النائمه، غمازات الارداف في كل حته، وجربتي كل التمرينات اللي بذلت فيها مجهود كبير جدا، لكن ستيل تبصي قدام المرايه على شكل جسمك وشكل منطقه الحوض بالذات مش حاسه ان انت راضيه عنها. في الفيديو ان شاء الله هنبدا نفهم الخلاصه في الموضوع بتاع الخفسه، وهنعمل روتين يومي مكون من 5 دقائق بس في 30 يوم، هنشوف نتائج ممتازه جدا جدا في المشكله بتاعت الخفسه ان شاء الله. فيديو مهم جدا وطلبتوه، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي واخصائي تغذيه علاجيه ومدرب شخصي معتمد من امريكا. مشكله الخفسه مشكله بيعاني منها بنات كتير جدا وبعض قله من الولاد، فحديثنا في الفيديو هيكون موجه للبنات بطريقه اساسيه لان هم معظم الناس اللي بتتعرض للمشكله دي. الموضوع بتاع الخفسه يطول شرحه ويطول الكلام فيه، ناس تقول لك دي حاجه حقيقيه موجوده عند الناس كلها، ناس تقول لك لا دي مش مشكله اصلا، ناس تقول لك لا دي مشكله كبيره ولازم نعملها. الموضوع اساسا عشان نفهم الموضوع اكتر لازم نعرف تركيبه الجسم عامله ازاي. عندنا يا جماعه في الجسم اللي بيتحكم في شكل جسمنا عامه 3 حاجات اساسيه، هما العظام والدهون والعضلات. ده شكل الهيكل العظمي بتاعنا، هو متركب على الجسم بتاعنا. العظم يا جماعه خلينا متفقين ان هو مش هنقدر نتحكم فيه. العظم بتاعنا بناء على الوراثه بتاعتنا بيكون له شكل معين مش هنقدر نتحكم فيه ولا نغيره، لكن اللي نقدر نتحكم فيه شويه هي نسبه الدهون وكتله العضلات في الجسم. ممكن يبقى احنا زي ما شايفين في المنطقه الشمال في الحته دي، هي دي منطقه الخفسه اللي احنا بنبدا نعاني منها او بتبدا تضايقنا. هل المنطقه دي اساسا مشكله عندنا؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه ويا بنات ان مشكله الخفسه او منطقه الخفسه او الهيب ديبس او الحته البروز او الدخول الداخلي في الحته دي بالذات في العظم او في الجسم، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا، لكن نسبته ومدى شدته هو ده اللي بيختلف من واحده للثانيه، وهو ده بيختلف من واحد للثاني. المنطقه دي بتتكون ليه اساسا؟ لان منطقه تدويره عظمه الحوض بتبقى موجوده في الحته دي كده، وبعدين منطقه عظمه الفخذ اللي انا برسمها هنا بالشكل ده بتبقى موجوده هنا. مكان التقاء اخر عظمه الحوض هنا مع نهايه عظمه الفخذ في المنطقه دي بالذات بيحصل لنا المشكله بتاعه الخفسه. فلو بصينا مثلا الناحيه الثانيه هتلاقي ان هنا مشكله ما فيهاش خفسه او الدنيا تمام جدا. ليه بقى؟ لان هنا مهتمين جدا، او اللي حصل هنا ان في عضله قويه جدا او تفرق معانا جدا في المشكله بتاعتنا هنا بنسميها الجلوتياس ميديس. عضلات الجلوتياس ميديس دي احد عضلات المؤخره الجانبيه اللي بتبقى موجوده في الحته دي بالظبط، اللي هي بالصدفه موجوده قرب المنطقه بتاعه الخفسه. فلو قوينا العضله دي كويس جدا مع نسبه الدهون بتاعتنا، وهنا تاتي التركايه. انا عايز اقول لك ان انت ممكن لو قللت نسبه الدهون جامد مشكله الخفسه دي تبان، ممكن ناس تانية لو زودت نسبة الدهون جامد مشكلة الخفسة تبان. فالموضوع مختلف جدا ومتغير جدا من واحدة للتانية على حسب شكل جسمك او على حسب سبب الخفسة عندك. فممكن يكون سبب الخفسة عندك بسبب قلة الدهون، ممكن يكون سبب الخفسة عندك بسبب زيادة الدهون، واتفقنا ان هي دي المنطقة اللي موجود فيها الخفسة. لكن في بعض التمرينات لو عملناها هتفيدك ايا كان سبب الخفسة عندك، وده اللي هنوضحه في الروتين بتاعنا النهارده ان شاء الله. قبل ما نبدا ال5 دقائق روتين اللي لو عملناها يوميا باذن الله مشكلة الخفسة تتحسن معانا كتير جدا. انا عايز اقول لكم ان احنا بنقدم خدمة استشارات اونلاين. في الاستشارات الاونلاين اللي بنبدا نعملها دي بنبدا نناقش مشكلتك انت او مشكلتك انت بشيء من التخصص شويه، حاجه زي ما اتفقنا الفيديو ده بيتعمل للناس كلها، مش كلكم يا بنات او مش كلكم يا اولاد او ايا كان اللي بيعاني من المشكله دي زي بعض، لا في اختلافات بناء على حالتك انت. ففرصه الاستشاره الاونلاين دي بتكون ما بيننا مكالمه لمده 40 دقيقه كامله بيني وبينك، نبدا نناقش فيها المشكله بتاعتك بشيء مفصل اكتر وحاجه خاصه بيك انت. محور المكالمه دي بطريقه اساسيه مش بس بخصوص الخفسه او حاجه زي كده، لا بيكون في اطار تخصصنا ككل، علاج طبيعي او تغذيه او تمرين، ايا كانت المشكله اللي معاك. خلال 40 دقيقه كامله بنبدا نتكلم ونتناقش في الموضوع بحيث ان احنا نرتب دماغنا كده ونعرف طريقنا لحل المشكله ان شاء الله. فيلا اربطوا الحزام واستعدوا ل5 دقائق نار للقضاء على مشكله الخفسه تمام.
بس كده يا ابطال ويا بطلات، وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو اكيد ما تنسوش اللايك الجميل لان ده اكيد بيساعد. معكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.